السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم. مستر مصطفى سمير Teacher of English in a Language School، ودي قناتكم قناة تعليمولوجي في تعليم اللغة الإنجليزية. إن شاء الله احنا هنبدأ في سلسلة جديدة، هي سلسلة إزاي أقرأ إنجليزي بسرعة. How to read fast. طبعا ناس كتيرة بتقعد تسأل كده، هو أنا ممكن أقرأ بسرعة وأقرأ كده كأني مثلا نيتيف، مثلا يعني شخص أجنبي أو صاحب لغة، أو إن أنا اتولدت مثلا في مكان بيتكلم اللغة دي من أهل اللغة؟ ممكن طبعا. في السلسله ان شاء الله، في السلسله ان انا ان شاء الله هنبتدي بيها وهنشتغل عليها، هي خلينا ان شاء الله في المرحله المتقدمه في اخر الكورس ان شاء الله، في اخر السلسله، ان انا هقرا بسرعه بشكل سريع والشكل مظبوط ان شاء الله، وهنعرف ازاي نعمل الكلام ده كله ان شاء الله. ولكن ما تنساش حضرتك اللايك والكومنت والشير والسبسكرايب لو في اي حاجه، علشان خاطر نقدر نظبط اللغه بالنسبه لنا ان شاء الله. عشان ان شاء الله في نهاية السلسلة ان شاء الله هنقدر ان احنا نقرأ بالشكل ده. The farm is in the country. Many animals live on the farm. The horses, cows and sheep are in the field. The farmer has a black and white dog. The dog's name is Shep. It likes to chase the ducks. وعلشان ما اطولش على حضراتكم، يلا بينا على درس النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم مع الدرس الرابع في سلسلة ازاي أقرأ بسرعة How to read fast. طبعا هنكمل بالنسبة للفيديوهات زي ما احنا اتعودنا، ان الفيديو هنقسم على 3 أجزاء، ان انا هقرأ القطعة بالشكل اللي احنا اتعودنا عليه، زي ان احنا نتعود في موضوع القراءة، أقرأ بشكل صحيح. وبالنسبة للجزء الثاني ان انا احل الأسئلة على القطعة. والجزء الاخير وهو اللي احنا مستنيينه، ازاي ان انا اخد التكنيكس والادفانسد ميثود، يعني الطرق المتقدمه في ان انا اقرا بسرعه واشوف الناس بتقرا ازاي اللي هم الناس النيتيف. يلا بينا نشوف الدرس الاول بالنسبه للفيديو الاول بتاعنا هنا. read the passage and answer the questions. قلنا read E the passage age and answer W silent the questions TION شن. نشوف معانا القطعة بتاع النهاردة. The farm is in the country. O silent country. الواي في آخر الكلمات في الغالب بننطقها E country. Many animals. قسمت الكلمة فبقرأ الكلمة بشكل صحيح. Animals live. الإي في الآخر ما انطقهاش. live on the farm. arm. قلنا الاي بنطقها عشان خاطر بعدها حرف الار. farm. the horses cows. الاو والدبليو بنطقهم او cows. cows and sheep. الاتنين اي دبل اي بنقول عليها اي sheep are in the field. the farmer حرف الار نحاول نطلعه كده بالشكل ده. farmer has a black and white الH silent white dog. ممكن نقولها dog هي dog ده بأمريكان ودوج بريتش الاتنين صح. the dog's name is Shep. It likes to chase the ducks. شوف الترجمة. the farm is in the country. المزرعة بتكون في الريف. the country يعني الريف. many animals live on the farm. حيوانات كتير بتعيش في المزرعة. زي مين؟ the horses, cows and sheep are in the field. اللي هو الأحصنة والبقر والخرفان. sheep هنا معناها خروف أو خرفان، يعني تنفع مفرد وينفع جمع. are in the field بيكونوا في الحقل. the farmer الفلاح. farmer يعني الفلاح. has a black and white dog. عنده يملك has a black and white dog. اسود وابيض كلب. يبقى نترجمها ازاي؟ من اليمين للشمال، نرجع بالعكس. كلب ابيض واسود. the dog's name اسم الكلب is Shep. اسم الكلب بيكون Shep. it likes to chase. الكلب بيحب ان هو يجري ورا
chase يعني يلاحق أو يجري ورا the ducks البط. ده كان الجزء الأول بالنسبة للقراءة والترجمة. نشوف الجزء الثاني من الفيديو وإزاي إن احنا نحل الأسئلة على القطعة. أول سؤال بالنسبة لنا answer the questions أجب على الأسئلة. السؤال الأول what is the dog's name؟ ماذا يكون اسم الكلب؟ زي ما قلنا نبدأ باليمين في الترجمة، يعني الترجمة تمشي بالعكس لما يكون عند الصفة والاسم. طبعا هو the dog's name is Shep. ادي اهي الإجابة the dog's name is Shep. السؤال الثاني are there sheep in the field؟ هل يوجد خرفان؟ are there هل يوجد للجمع are there sheep in the field؟ هل يوجد خرفان في الحقل؟ طبعا yes there are نعم يوجد. نشوف السؤال الثاني fill in the spaces يعني املأ الفراغات اللي موجودة. في عندي كلمات زي أول كلمة sheep، تاني كلمة dog، بعدها duck، field، animals، وآخر كلمة farm. في الكلمات دي هنختار واحدة منهم في الجمل. نشوف الجمل الأول كلها علشان نقراها ونفهم هنحلها ازاي. أول جملة the space is in the country. هو ايه اللي يكون في الريف. the country يعني الريف. نكمل the horses, cows and sheep are in the الهورسز والكاوز والشيب بيكونوا في نكمل number 3 the farmer has a black and white. black and white ايه؟ الفارمر الفلاح عنده black and white ايه؟ number 4 the dog's name is اسم الكلب بيكون ايه؟ number 5 Shep likes to chase the بيحب ان هو يجري ورا ايه؟ طبعا هنعرفها. number 6 الأخيرة many space live on the farm. كتير ايه اللي كتير بيعيش في الحقل. تعالوا نشوف الجملة الأولى the space is in the country. هو اللي بيكون في الكانتري في الريف the country طبعا اللي هي the farm الحقل. number 2 the horses والcows والsheep are in the field بيكونوا في الحقل. اللي بعدها طبعا the farmer has a black and white dog عنده كلب أبيض وأسود. number 4 the dog's name is اسمه ايه بقى؟ Shep. number 5 Shep likes to chase بيحب يجري ورا ايه؟ بيحب يجري ورا الدكس. number 6 many طبعا مفيش الا الكلمة الأخيرة many animals live on the farm. السؤال اللي بعده put true or false يعني ضع صح ولا غلط. number 1 the farm is in the country. الحقل بيكون في the country يعني الريف. طبعا الإجابة true يعني صح. number 2 the dog is red and yellow. الكلب بيكون أحمر وأصفر. طبعا الإجابة false. number 3 there are many animals on the farm. يوجد حيوانات كتير في الفارم. طبعا الإجابة صحيحة. وده كان الجزء الثاني في الفيديو، ويلا بينا على نشوف الجزء الثالث. طبعا وصلنا للجزء الثالث والأخير في الفيديو، واللي هو مهم جدا واللي احنا كلنا مستنيينه، ازاي اقرأ بسرعة كأني نيتيف يعني حد من أهل اللغة. أول حاجة the farm طبعا عادية. is in حاول احنا نقرأ بسرعة. the farm is in ما اقولش is in واقف عندها، ما اعملش هوا في النص او ان انا اقف في النص. the farm is in the country. وهنا التي لما يكون بعدها r فاقول على ت country ما اقولش country لا country country كأن فيها حرف الشين شوية او الجيم حاجة زي كده يعني. the farm is in the country. many animals حرف ال نحاول نفخمه شوية. live on the farm. نقرا تاني بسرعة. many animals live on the farm. the horses طالما في كوما حاول اقف شوية عشان اعرف ان اللي بيسمعني ان في هنا كوما او or يعني and او or
فانا الكومه دي بتبقى مهمه عشان اخد فيها نفس. the horses cows and sheep. احنا قلنا طبعا and في القراءه السريعه بقول ان بس. the horses cows and sheep cows and sheep cows and قلناها قبل كده are in the field. نقراها تاني. the horses cows and sheep are in the field. the farmer has a black and white dog. black and white بنسمعها كتير ان and بتبقى ان بس. black and white dog. the dog's name is Shep. the dog's name is Shep. it likes to chase. احنا عارفين ان to لما اجي اقرا بسرعه it likes to chase the ducks. طبعا ده بالنسبه للقراءه السريعه، حاول تتدرب عليها كتير، هتلاقي الموضوع سهل جدا وبسيط، ومع الاستمرار ان شاء الله الموضوع هيبقى سهل جدا وهيبقى ممتع. ونشوفكم ان شاء الله في الدرس القادم.